أنا ريم وعندي 45 سنة، ودي قصتي مع صلاح أخو جوزي اللي عنده 40 سنة، وجوزي مصطفى اللي عنده 48 سنة. اسمعوا القصة دي كويس علشان محدش يحكم على صلاح غلط، ومحدش يقول إزاي يا ريم عملتي كده. أنا اللي عارفة الحقيقة كلها، وعارفة قد إيه صلاح كان مظلوم ومحتاج، وإزاي وصلنا أنا وهو لدرجة إن الشقة بقت تضيق علينا، وإزاي مصطفى جوزي كان عارف كل حاجة وكمان كان بيساعدنا. القصة دي لازم تسمعوها من أولها لآخرها علشان تفهموا مين اللي كان محتاج للتاني أكتر. أنا ريم عندي 45 سنة. في بداية القصة كنت 40 سنة، متجوزة مصطفى من 18 سنة، وعندنا ولد وبنت كبار دلوقتي. الولد اسمه كريم وعنده 17 سنة، والبنت اسمها ملك وعندها 15 سنة. مصطفى بيشتغل مهندس في شركة كبيرة وبيسافر كتير قوي. أنا ست بيت عادية جدا، بحاول أهتم ببيتي وولادي، بس الحقيقة المرة اللي لازم أعترف بيها إن أنا وجوزي بقالنا حوالي 5 سنين مفيش بينا أي علاقة زوجية خالص. مش علشان هو ضعيف، لأ، ده علشان هو مشغول وبارد وما عندوش أي اهتمام بالموضوع ده خالص. كل تفكيره في شغله وفلوسه وسفرياته. كنت بحاول أكلمه في الموضوع ده مرات كتير، بس دايما كان بيقولي بكرة يا ريم، الولاد كبروا، لازم نحترم نفسنا ونبطل الكلام ده. كنت بموت من جوايا ومحدش حاسس بيا. كنت بحس إني مش ست، كنت بحس إني مجرد خدامة في البيت، بطبخ وبنظف وبغسل واهتم بالولاد، بس مفيش حد بيسأل عليا أنا محتاجة إيه، أنا حاسة بإيه. مصطفى كان بيجي من الشغل تعبان، بياكل وينام، وتاني يوم بيصحى بدري ويمشي على شغله، وفي الويك اند كان بيقعد على اللابتوب بتاعه يشتغل أو بيتفرج على مباريات كورة. أنا كنت زي الشبح ماشية في البيت ومحدش شايفني. حاولت أكلمه مرات كتير وقلت له يا مصطفى أنا محتاجاك، أنا ست ولي احتياجات، بس هو كان بيرد عليا ببرود ويقول قولي انتي كبرتي على الكلام ده يا ريم، ركزي في ولادك أحسن. المشكلة بدأت لما صلاح أخو مصطفى طلق مراته بعد سنة جواز. صلاح ده راجل طيب جدا ومكافح، وكان بيشتغل في محل بسيط في منطقة شعبية. مراته كانت بتطلب منه مستحيلات وعايزة تعيش زي الأغنياء، وهو مش قادر يوفر لها اللي هي عايزاه. كانت دايما بتعايره بفلوسه وبتقارنه بأصحابها المتجوزين ناس أغنية منه. فطلقت وأخدت البنت الوحيدة اللي بينهم، اسمها ياسمين وعندها 9 سنين، وسافرت تعيش عند أهلها في الأسكندرية. صلاح فضل لوحده في شقة صغيرة، وبدأ يتعب نفسياً قوي. كان بيروح الشغل وبيرجع للشقة الفاضية ومفيش حد يكلمه. كان بيتصل على بنته ياسمين كل يوم، بس مراته كانت بتمنعها إنها تكلمه كتير، وكانت بتقوله أنت ما تستاهلش تشوف بنتك. مصطفى جوزي كان بيشوف أخوه بيتعب وبيتحسر عليه كتير، فقال لي يوم يا ريم، صلاح مش قادر يعيش لوحده، بقى ضعيف قوي وخايف عليه، تعالي نخليه يسكن معانا فترة لحد ما يتعود على حياته الجديدة ويلم نفسه. أنا وافقت من غير تفكير، قلت له ماشي يا مصطفى، صلاح أخوكم ده واجبنا. علشان كمان أنا كنت بحب صلاح كأخ، كان دايما راجل محترم وطيب ومحدش يقدر يقول عليه كلمة وحشة. أول ما صلاح جه يسكن معانا لقيته راجل منكسر تماما، عينيه حزينة جدا، مش بيتكلم إلا لما حد يكلمه، وشه شاحب ولابس هدوم مكوية وحش، وواضح إنه مش مهتم بنفسه خالص. كان بيروح الشغل الساعة 7 الصبح وبيرجع بالليل متأخر علشان ما يحسش إنه تقليل علينا. كان بيدخل أوضته على طول وبيقفل عليه الباب وما يطلعش إلا لما يروح الشغل تاني يوم. أنا كنت بحس إن الراجل ده محتاج حد يهتم بيه، مش مجرد مكان ينام فيه. بدأت أهتم بيه شوية، كنت بطرق على بابه وأقول له يا صلاح تعالى اتعشى معانا، ما تفضلش لوحدك كده. وكنت بعمل له أكله المفضل اللي هو المحشي والكفتة، وبسأل عليه وبحاول أخفف عنه وخليه يتكلم عن اللي جواه. صلاح بدأ يطلع من أوضته شوية، وبدأ يقعد معانا في الصالة، وبدأ يحكي لنا عن مراته وعن بنته ياسمين، وعن قد إيه هو مشتاق وعايز يشوفها. كان بيعيط وهو بيتكلم، وأنا كنت بحس بقلبي بيتقطع عليه. كان بيشكرني كتير ويقول لي ربنا يخليكي يا ريم، انت زي أختي والله، ربنا يكرمك على اللي بتعمليه معايا. بس أنا كنت بحس بحاجة غريبة جوايا، بدأت أحس إني مش بهتم بيه كأخ، بدأت أحس إني في راجل في البيت غير جوزي، راجل بيشوفني وبيقدر اللي بعمله، راجل محتاجني، مش زي مصطفى اللي ما بقاش بيشوفني من زمان.
بدأت ألاحظ إن صلاح راجل وسيم رغم الحزن اللي فيه. طوله حوالي 175، جسم رياضي ومتناسق، شعره أسود وعينيه بني جميلة، وابتسامته لطيفة. لما كان بيبتسم كنت ملاحظة إنه بدأ يهتم بنفسه أكتر، بدأ يحلق دقنه ويلبس هدوم حلوة ونظيفة ويحط عطر ريحته حلوة. وأنا كمان بدأت أهتم بشكلي أكتر قدامه، بدأت ألبس هدوم حلوة في البيت مش مجرد جلابية قديمة، وبدأت أحط ميك اب خفيف وأمشط شعري كويس وأحط عطر. كل ده كان بيحصل تلقائي من غير ما أحس. في يوم من الأيام كان مصطفى مسافر برا البلد في شغل لمدة أسبوع في دبي، والولاد كانوا عند جدتهم علشان عندها فرح قريب، وأنا فضلت أنا وصلاح في البيت لوحدنا. في الليل كنت قاعدة في الصالة بتفرج على مسلسل تركي ولابسة فستان بيتي أزرق فاتح. صلاح كان في أوضته، وفجأة سمعت صوته بينادي عليا: يا ريم، ممكن تساعديني دقيقة؟ رحت عنده لقيته بيحاول يصلح دولاب الأوضة اللي الباب بتاعه مايل، وواقف على كرسي ومش عارف يمسك الحاجة اللي في إيده. قلت له استنى أنا هساعدك. وقفت جنبه تحت الكرسي ومسكت الحاجة معاه علشان يقدر يصلح بإيده الاتنين. ولما مد إيده علشان ياخد المسمار اللي كنت ماسكاه، إيدينا اتلمست وحسيت بكهربا غريبة، جسمي كله اترعش. لقيت صلاح بيبص في عينيا وعينيه كانت فيها حاجة غريبة، وشه بقى أحمر، وأنا كمان حسيت إن وشي سخن. فضلنا نبص لبعض كده لمدة ثواني. قلت له بسرعة: خلاص يا صلاح، أنا هنزل وهرجع تاني. ونزلت بسرعة وأنا قلبي بيدق بسرعة، ورحت للمطبخ وشربت مية كتير وحاولت أهدي نفسي. قلت لنفسي: اهدي لريم، إيه اللي بيحصل ليكي ده؟ ده أخو جوزك، ده حرام. بعدها بدأت حاجات غريبة. صلاح بقى يطول في البيت أكتر وبقى يساعدني في شغل البيت، وأنا كنت مبسوطة بوجوده. كنا بنتكلم كتير وبنضحك، وحسيت إني رجعت عايشة تاني، مش مجرد آلة بتطبخ وتنظف وتغسل. بس مفيش حد بيسأل عليا أنا محتاجة إيه، أنا حاسة بإيه. مصطفى كان بيجي من الشغل تعبان، بياكل وبينام، وتاني يوم بيصحى بدري ويمشي على شغله. وفي الويك أند كان بيقعد على اللابتوب بتاعه يشتغل أو بيتفرج على مباريات كورة. أنا كنت زي الشبح ماشية في البيت ومحدش شايفني. حاولت أكلمه مرات كتير وقلت له: يا مصطفى أنا محتاجاك، أنا ست ولي احتياجات. بس هو كان بيرد عليا ببرود ويقول: قولي انت قدرتي على الكلام ده يا ريم، ركزي في ولادك أحسن. المشكلة بدأت لما صلاح أخو مصطفى طلق مراته بعد سنة جواز. صلاح ده راجل طيب جدا ومكافح، وكان بيشتغل في محل بسيط في منطقة شعبية. مراته كانت بتطلب منه مستحيلات وعايزة تعيش زي الأغنياء، وهو مش قادر يوفر لها اللي هي عايزاه. كانت دايما بتعايره بفلوسه وبتقارنه بأصحابها المتجوزين ناس أغنية منه. فطلقت وأخدت البنت الوحيدة اللي بينهم، اسمها ياسمين وعندها 9 سنين، وسافرت تعيش عند أهلها في الأسكندرية. صلاح فضل لوحده في شقة صغيرة، وبدأ يتعب نفسياً قوي. كان بيروح الشغل وبيرجع للشقة الفاضية ومفيش حد يكلمه. كان بيتصل على بنته ياسمين كل يوم، بس مراته كانت بتمنعها إنها تكلمه كتير، وكانت بتقوله: أنت ما تستاهلش تشوف بنتك. مصطفى جوزي كان بيشوف أخوه بيتعب وبيتحسر عليه كتير، فقال لي يوم: يا ريم، صلاح مش قادر يعيش لوحده، بقى ضعيف قوي وخايف عليه، تعالي نخليه يسكن معانا فترة لحد ما يتعود على حياته الجديدة ويلم نفسه. أنا وافقت من غير تفكير، قلت له: ماشي يا مصطفى، صلاح أخوكم ده واجبنا. علشان كمان أنا كنت بحب صلاح كأخ، كان دايما راجل محترم وطيب ومحدش يقدر يقول عليه كلمة وحشة. أول ما صلاح جه يسكن معانا لقيته راجل منكسر تماما، عينيه حزينة جدا، مش بيتكلم إلا لما حد يكلمه، وشه شاحب ولابس هدوم مكوية وحش، وواضح إنه مش مهتم بنفسه خالص. كان بيروح الشغل الساعة 7 الصبح وبيرجع بالليل متأخر علشان ما يحسش إنه تقليل علينا. كان بيدخل أوضته على طول وبيقفل عليه الباب وما يطلعش إلا لما يروح الشغل تاني يوم. أنا كنت بحس إن الراجل ده محتاج حد يهتم بيه، مش مجرد مكان ينام فيه. بدأت أهتم بيه شوية، كنت بطرق على بابه وأقول له: يا صلاح تعالى اتعشى معانا، ما تفضلش لوحدك كده. وكنت بعمل له أكله المفضل اللي هو المحشي والكفتة، وبسأل عليه وبحاول أخفف عنه وخليه يتكلم عن اللي جواه. صلاح بدأ يطلع من أوضته شوية وبدأ يقعد معانا في الصالة، وبدأ يحكي لنا عن مراته وعن بنته ياسمين وعن قد إيه هو مشتاق وعايز يشوفها. كان بيعيط وهو بيتكلم، وأنا كنت بحس بقلبي بيتقطع عليه.
كان بيشكرني كتير ويقول لي ربنا يخليكي يا ريم، انت زي أختي والله، ربنا يكرمك على اللي بتعمليه معايا. بس أنا كنت بحس بحاجة غريبة جوايا، بدأت أحس إني مش بهتم بيه كأخ، بدأت أحس إن في راجل في البيت غير جوزي، راجل بيشوفني وبيقدر اللي بعمله، راجل محتاجني، مش زي مصطفى اللي ما بقاش بيشوفني من زمان. بدأت ألاحظ أن صلاح راجل وسيم رغم الحزن اللي فيه، طوله حوالي 175، جسم رياضي ومتناسق، شعره أسود وعينيه بني جميلة، وابتسامته لطيفة. لما كان بيبتسم كنت ملاحظة إنه بدأ يهتم بنفسه أكتر، بدأ يحلق دقنه ويلبس هدوم حلوة ونظيفة ويحط عطر ريحته حلوة، وأنا كمان بدأت أهتم بشكلي أكتر قدامه، بدأت ألبس هدوم حلوة في البيت مش مجرد جلابية قديمة، وبدأت أحط ميك اب خفيف وأمشط شعري كويس وأحط عطر. كل ده كان بيحصل تلقائي من غير ما أحس. في يوم من الأيام كان مصطفى مسافر برا البلد في شغل لمدة أسبوع في دبي، والولاد كانوا عند صلاح كان مش عارف يرد، وأنا كنت حاسة إن ده حلم مش حقيقة. مصطفى قام وقال أنا هدخل أنام بدري، انتوا تصرفوا، وساب الصالة. أنا وصلاح فضلنا قاعدين وفي صمت رهيب. صلاح مسك إيدي وقال يا ريم، لو مش عايزة ما تعمليش حاجة، أنا مش هغصبك على حاجة. قلت له أنا عايزة يا صلاح، أنا محتاجة حد يحس بيا، أنا محتاجاك. صلاح قرب مني ومسكني وبدأ يبوس بوسات حنينة على جبيني وعلى خدودي وعلى شفايفي، كانت بوسات فيها مشاعر، فيها حب، مش مجرد شهوة. حسيت إني رجعت عايشة تاني، حسيت إن في حد شايفني وحاسس بيا. دخلنا أوضة صلاح وبدأنا نتقرب من بعض أكتر، كان بيلمسني بحنية وبيحسسني إني غالية عليه، مش مجرد جسمي. كل لمسة منه كانت بتولع فيا نار، كل كلمة حب كان بيقولها كانت بتخليني أطير في السما. بدأ يخلعني هدومي ببطء وهو بيبص في عيني وبيقولي انت جميلة يا ريم، انت أجمل ست في الدنيا. أنا كنت بعيط من الفرحة، بعد سنين طويلة حد بيقولي إني جميلة، حد بيخليني أحس إني ست مش مجرد خدامة في البيت. لما بدأ صلاح يلمس جسمي كله حسيت بكهرباء في كل خلية، كل مكان كان بيلمسه كان بيولع جسمي. بدأ يقبل رقبتي وصدري وبطني وكان بيهمس لي بكلام حبيب، انتي ملكي، انتي حياتي، انتي اللي كنتي ناقصاني. أنا كنت بصرخ بس بصوت علشان مصطفى ما يسمعش، بس الحقيقة كنت عايزة أصرخ بأعلى صوتي، عايزة العالم كله يعرف إني حاسة ورجعت عايشة. صلاح بدأ يدخل جوايا ببطء وبحنية، مش زي مصطفى اللي كان بيعمل الموضوع ده كان واجب لازم يخلصه بسرعة. صلاح كان بياخد وقته وبيحسس كل جزء فيا إنه مهم وغالي. بدأ يتحرك جوايا وأنا بصرخ من اللذة اللي عمري ما حسيت بيها. كان بيبص في عيني وهو بيتحرك وبيقولي انتي حبيبتي، انتي عمري، أنا بحبك يا ريم. فضلنا على الحال ده فترة طويلة، كل حركة منه كانت بتخليني أطير، كل كلمة بتخليني أدوخ. وفجأة حسيت إني وصلت للقمة وجسمي كله اترعش ومش قادرة أمسك نفسي وصرخت بصوت عالي. وصلاح فضل يتحرك لحد ما هو كمان وصل، وحسيت بدفء جسمه جوايا. بعدها وقعنا على السرير وإحنا تعبانين ومبسوطين. صلاح حضني وبوسني وقال لي شكرا يا ريم، شكرا إنك خليتيني أحس إني لسه راجل، شكرا إنك رجعتيني للحياة تاني. أنا ضحكت وقلت له أنا اللي لازم أشكرك يا صلاح، أنت اللي رجعتني للحياة، أنت اللي خلتني أحس إني ست تاني. قمنا ولبسنا هدومنا وخرجنا من الأوضة، ومصطفى كان قاعد في الصالة بيتفرج على التلفزيون. لما شافنا ابتسم وقال اتصرفتوا؟ إحنا سكتنا ومعرفناش نقول إيه. مصطفى قال أنا مبسوط إنكم مبسوطين، أنا عايزكم تفضلوا كده، وأنا هبقى مرتاح إني عارف إن ريم مبسوطة وإن صلاح لقى حد يحس بيه. من اليوم ده الوضع استمر، أنا وصلاح بقينا نلتقي كل فترة، ومصطفى كان عارف وموافق، بل كمان ساعات كان بيقولي يا ريم صلاح مستنيكي روحيله. وأنا كنت بروح، وكل مرة كنا بنتقرب من بعض أكتر وبنحب بعض أكتر. صلاح كان بيعاملني بحنية ورومانسية وحب، مش مجرد علاقة جسدية. كان بيجيب لي هدايا ويقول لي كلام حب وبيخليني أحس إني أجمل ست في الدنيا. بس طبعا الموضوع ما كانش سهل، أنا كنت بحس بالذنب ساعات، كنت بحس إني بعمل حرام وإني غلطانة وإني خاينة جوزي حتى لو هو موافق. كنت بحس إن ده مش صح ومش طبيعي، بس في نفس الوقت كنت مش قادرة أبعد عن صلاح، كنت محتاجاه، كنت محتاجة الحنية والحب اللي هو بيديهولي. بعد حوالي 8 شهور من بداية العلاقة دي، صلاح بدأ يتغير،
بدأ يحس بالذنب أكتر وبدأ يقول إن ده غلط وإننا لازم نوقف العلاقة. قال إنه بيخون أخوه حتى لو أخوه موافق. قال لي: يا ريم، أنا بحبك بس أنا مش قادر أكمل كده. أنا حاسس إني بعمل حرام وإني بستغلك وبستغل موافقة أخويا. أنا لازم أمشي من البيت ده وأرجع لحياتي تاني. أنا اتصدمت وحاولت أقنعه إنه يفضل، بس هو كان مصمم. قال لي: أنا هفضل بحبك يا ريم، بس مش قادر أكمل كده. أنا عايز أرجع لربنا وأتوب عن اللي عملته. صلاح فعلا مشي من البيت ورجع لشقته، وأنا فضلت لوحدي تاني. رجعت للحياة الميتة اللي كنت عايشة فيها. لما مصطفى عرف إن صلاح مشي اتضايق وقال لي: يا ريم، اتصلي بيه قوليله يرجع، إحنا محتاجينه. بس أنا قلت له: لا يا مصطفى، صلاح محتاج يبعد ومحتاج يرتاح من الذنب اللي هو حاسس بيه. إحنا كنا غلطانين كلنا، إحنا اللي وصلنا للحالة دي. دلوقتي بعد ما كل حاجة خلصت، أنا قاعدة وبحكي لكم القصة دي. أنا عايزة أفهم إيه اللي وصلني لكده؟ إيه اللي خلاني أقبل إن جوزي يديني لأخوه؟ إيه اللي خلاني أحس إن ده صح؟ أنا عارفة إني غلطانة وعارفة إن اللي عملته حرام، بس أنا كنت ضعيفة وكنت محتاجة، ومصطفى كان ضعيف برضه وما قدرش يديني اللي أنا محتاجاه. صلاح هو الوحيد اللي أنا حاسة إنه كان ضحية ضعفي أنا وضعف مصطفى، ضحية إن استغلينا احتياجه واحتياجي وعملنا علاقة غلط حتى لو كانت فيها مشاعر حقيقية. أنا دلوقتي بفكر جدياً في الطلاق من مصطفى، مش قادرة أكمل معاه بعد اللي حصل، مش قادرة أبص في وشه من غير ما أفتكر إنه كان بيشجعني على الحرام ده. أنا عايزة أتوب لربنا وأرجع له، عايزة راجل يتجوزني في الحلال وينساني اللي أنا عملته مع صلاح، عايزة أبدأ حياة جديدة بعيدة عن الذنب والحرام، بس مش عارفة أبدأ منين، مش عارفة أعمل إيه. انتوا إيه رأيكم في اللي عملته؟ مين الغلطان فينا؟ أنا ولا مصطفى ولا صلاح ولا كلنا غلطانين؟ هل صلاح كان ضحية فعلا ولا هو كمان كان غلطان إنه قبل يدخل في العلاقة دي؟ قولولي في الكومنتات. أنا محتاجة أسمع آرائكم، محتاجة حد يقولي الصح من الغلط، محتاجة حد يساعدني أرجع لطريق ربنا.